بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. خير ما نبدأ به آيات من الذكر الحكيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. إن كلامي هذا رد على ما تحدث به المهندس مبارك الدويلة في مقطع مصور في تاريخ 12/11/1436 للهجرة وفي منطقة الرياض. فقد تحدث عن فتن العراق واليمن وإيران، وإن منطقتنا مشتعلة بالأزمات والقلاقل، وبدأ بشعارات ومبالغات عنترية وبأسلوب حزب الإخوان وتضليلهم الدائم ومحاولة الاستفادة من كل حدث سياسي أو غيره. فالجميع يعلم إن القضية التي تقلقه دائما وتجعله متوترا ومتخبطا هي أمام القضاء وفي بلد ذو سيادة، ولا يجب أن تثار مثل تلك القضايا إعلاميا لاحترام الجميع وعدم إسقاط بعض من مسميات العنصرية والطبقية والفئوية وغيرها، وكثيرا من ألفاظ بغيضة وحقيرة لا تصدر إلا من جاهل، وفيها اتهامات عامة على قبائلنا العربية وبها ما هو خاص علينا. فلو صدر هذا من شخص غيرك لعظم الأمر علينا، ولكنك دائم الأخطاء ومتغير الأهواء ومتنكرا لدول الجوار وحتى بلدك ورموزه ومواطنيه لم يسلم أحدا من أخطاء لسانك وسوء الظن، وهو من دافع حزبي وبفكر إخواني. فكل ما ذكرت من اتهامات على رموز السلطة في دول الخليج وعلى بلدنا وغيره في مقالاتك الصحفية معلوم للجميع وواضحا هدفه. أليس أنت من ادعيت إن نسب الرئيس المصري محمد مرسي العياط إنه رشيدي وعبسي ومن أحفاد عنترة ابن شداد، وإنه مدعوم من قبيلة بني رشيد؟ ألم يكن غيرك وريثا لعبس حتى يحفظ نسبها؟ وقلت أيضا إن حزب الإخوان المسلمين هو المنقذ الوحيد لدول الخليج من السقوط في أحضان إيران، واستدليت بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لصالح من؟ لصالح حزب الإخوان أيضا. أولم تذكر نصا بقولك إن مشكلة ولاة أمرنا في دول الخليج اليوم إنهم لم يعرفوا عدوهم حتى الآن؟ فيلاحظ عليك استدلالك بأحاديث لم تثبت صحتها وتضعها في غير موضعها، وتحاول دائما تضليل هدفك الحقيقي بآيات وأحاديث ليست في السياق نفسه، والأدلة كثيرة
ومنها ذكرك للآية: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا بخصوص حديثك في حفل الرياض. فذكر الشعوب هنا هم بطون العجم الذين ينتسبون إلى المدائن والقرى كالفارسي والحبشي والخرساني والبخاري وغيرهم كثر. فكيف تذكر إن سلمان الفارسي من آل البيت وقرشي النسب؟ فدائما تستغل وتستخدم الأدلة الشرعية في غير موضعها. ألم تعلم من هم الشعوبية؟ إنهم الذين يفضلون عرق العجم على العرق العربي، ويصدر دائما عن أهواء وشبهات اقتضت مصالحا شخصية أو عرقية. فقد أجمع أهل السنة والجماعة على قول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن تفضيل العجم على العرب بدعة ونفاق، والتفضيل والفضل للعرب على الروم والفرس، وهو تفضيل شرعي لا ينكره إلا من كان غير عربي. فنبينا عربي، ونزل القرآن عربيا، والخلافة عربية، ولا يستقيم على العرب إلا منهم. وكذلك في النسب والحسب، لا يفاخرهم ولا يناسبهم إلا عربي. وهذا من عصر الإسلام وقبله، وفي الجاهلية أيضا. وأذكر لك في الجاهلية قصة الملك العربي النعمان بن منذر ملك الحيرة، حين رفض مصاهرة ملك الفرس كسرى، ووقعت بسبب ذلك معركة ذي قار، ونصر الله العرب بها. ولنا في رسولنا عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة. فقد روي عنه في غزوة حنين إنه قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهذا فخر بالنسب ولا أنكره أحد من أهل العلم، وثابت في الصحيحين. فلماذا تحاول أن تسقط نسب القبائل أجمع؟ والأدلة كثيرة في باب الأنساب، وعلى إنها عنصرية بغيضة وطبقية وفئوية كما ذكرت أنت. لن أطيل في الرد عليك، احترام لنفسي وقبيلتي، وأكتفي ببعض الأحاديث التي أتمنى أن تستفيد منها شخصيا وتعي معانيها جيدا كي تعرف قيمة النسب والحسب في الإسلام. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادعى قوما ليس لهم فيه نسب فليتبوى مقعده في النار. ونفهم من هذا إن الرجل ينسب لأبيه وليس لصهره أو لخاله أو لجار له أو لمنطقة سكن بها. فقد قال الإمام مالك، وتعتبر قاعدة فقهية: الناس مؤتمنون على أنسابهم ما لم يدعوا شرفا، واللبيب بالإشارة يفهم. وإن كنت ترغب بنقاش ما كان تحت السطور وبين بعض الإسقاطات فأنا مستعد لذلك وفي أي مكان وزمان، لأنني
اكتفيت بما أعرف لنفسي احتراما للجميع وأدب خلقي، فإن زدت زدنا والعاقبة على الظالمين. وفي الختام أشكر أبناء قبيلة حرب الكرام على طيب الخلق والأخلاق وعلى الحكمة والدهاء، وبالصدق تحدثتم وبالعدل خاصمتم، فتلك شيم الرجال يطولون ما لا يطال، شبان أو شيبان في المجد لكم عنوان. المتحدث محمد بن عليثة بن طلق الغيداني الحربي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم أخوكم منصور بن عزيز الرشيدي. هذه الكلمة للأخ الفاضل محمد بن عليثة الغيداني، والذي ظهر بمقطع فيديو يرد على كلمة المهندس مبارك الدويلة أثناء زيارته لمنطقة الرياض. أعجبني أسلوبك بالحديث، والذي يدل على رقي أخلاقك وحرصك على أبناء هذه البلاد وحبك للخير. وما زاد هذا الجمال في مقطع الفيديو أنه يحتوي على آيات من القرآن الكريم وأحاديث شريفة. أنا لست مصرحا من المهندس مبارك الدويلة الرد على نقاط تخصه هو شخصيا، بل دفعني اهتمامي بنقاط طرحتها وأعتقد أنها أيضا تهمك ونشترك في الهدف ذاته. ذكرت في كلامك أنك ترى المهندس مبارك الدويلة أثناء كلمته بالرياض أنه متخوف ومتوتر بما جاء في نص كلامك. أعتقد أنك قرنت أشياء كثيرة لا علاقة لها بزيارته الرياض، وهذا هو سبب رؤيتك الشخصية لهذا التوتر إن كان هناك توتر. فإذا قد كنت قرنت هذه الأشياء كرؤية منبعها حسن النية، فأنا أحسن النية فيك، وإن كان الذي دفعك أشياء أخرى فهذه وجهة نظر تخصك. ثانيا، في كلامك أنك ترى المهندس مبارك الدويلة أنه كثير أخطاء ومتنكر دول الجوار كما جاء نصه في كلامك. يعجبني أنك تهتم في تفاصيل تراها من أساسيات شخصية الرجل، وهذا يعكس لي أنك تكره هؤلاء الرجال. تمنيت أن نظرتك امتدت قليلا أخوي محمد لترى أشخاص يقعون في أخطاء كثيرة ومحسوبين على قبيلتك وليست أي أخطاء. ثالثا، أما كلامك بأن المهندس مبارك الدويلة يحمل حزبا فكريا أو إخوانيا كما جاء نصه في حديثك، فأؤكد لك أن مبارك الدويلة رمز من رموز قبيلة بني رشيد، والكل يعتز فيه كفرد من هذه القبيلة، ولا علاقة لنا ولك فيما يحمله من أفكار، لأن الذي دفعه للحديث أثناء زيارته للرياض هو الدافع الذي دفع مشايخ قبيلتك للحديث. وأعتقد أن كلمته واضحة جدا أخوي محمد، ولا يوجد بها أي كلمات أو معاني تحتاج إلى الترجمة. ونحن هنا في هذه البلاد لا نحمل سوى الولاء لهذه البلاد ولحكامنا، ولا نقبل بأي شخص يحمل غير ذلك. وأما بخصوص الخطر الذي يراه المهندس مبارك الدويلة، بل قد يراه كل أعمى بأن أكبر خطر على هذه البلاد هو خطر الروافض ومن والاهم ودخل بينهم، وهم أهل النفاق واللبيب بالإشارة يفهم. أكرر إعجابي بطرحك ولغتك العربية واستدلالاتك الدينية، ولكن أين أنت من دعاة حمل السلاح والتجمعات ومن كان يؤجج هذه الفتنة من أبناء عمومتك والذين أثاروا العنصرية وظهروا في المقاطع وتدخلوا بأمور لا تعنيهم؟ ولماذا لم تكن لهم واعظا وتذكرهم بهذه الآيات والأحاديث التي طرحتها، وكذلك تذكرهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم بأن من أفسد امرأة على زوجها فليس هو منا؟ ألم ترى كيف كانوا يعملون جاهدين على إبطال زواج قد تم شرعا؟ تمنيت ظهورك أخوي محمد في بدايات الأحداث، ولكن أن تظهر الآن وتتحدث عن أشياء ليست هي من أصل الموضوع. فليتك بدأت بأهلك وبمن حولك من أبناء عمومتك حتى تصل إلى كلمة المهندس مبارك الدويلة،
فأنت الآن مثل الذي يصطاد في الماء العكر. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.